बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओ हो हम चले ओए रामचंद्र। مشاهدينا مشاهدي الفضائيه المصريه في كل مكان، اهلا بيكم حلقه جديده من ايام في مصر. بيسعدنا في ايام في مصر ان احنا يكون معانا ضيف عزيز علينا، هو صحيح بيبقى اجنبي لكن في الحقيقه من كتر ما هو عايش معانا على ارض الكنانه مصر، حقيقه بيبقى واحد مننا عاش فيها، استمتع باوقاته، له تجربه فيها، استمتع بايه واكل فين وراح اتفسح في اماكنها الجميله ازاي. ده اللي بيكون معانا وموضوعنا باختصار بنشوف مصر من خلال عيون ضيفنا. النهارده تسعدني ان انا معايا الاب بيمل من الهند، برحب بيك معانا. شكرا. حقيقه انا سعيده جدا ان انا مع حضرتك النهارده، لانه حضرتك بتعمل عمل جميل، عمل تطوعي من اجل طبعا ديانه جميله وهي الديانه المسيحيه، وكمان حضرتك في مصر من فتره طويله. قول لي بقى تجربتك في مصر كانت ازاي بدات ان انت تعيش في مصر ومن كام سنه بالظبط؟ طبعا دي تاريخ، عشان انا في دي رهبانيه يسوعيه، بمعنى خدمه الانسان في اي بلدان، وخاصه هنا في الشرق الاوسط من 6 بلدان، من تركيا، لبنان، سوريا، مصر، جزائر ومغرب. ولما هنا موجودين في هذا البلد، اول حاجه طبعا لازم نتعلم عربي. لو انا مصري او انا في مصر لازم نتعلم لهجه مصريه كمان. لسه كنت اقول لحضرتك مش بس مجرد لغه عربيه لكن كمان اللهجه مصريه، عشان انا ما سمعتش عربي خالص في البدايه ولا شفت كلمه. زي لما نزلت زي انت قومي او غرقي نفسك. عشان كده خدت فتره عشان يقدر بكتب، وطبعا اهم حاجه نقدر نتكلم لهجه مصريه. زي مثلا قبليها انا بقول له انا اريد اتكلم، بقول له يا ابني قول انا عايز اتكلم. انت المدرس الجديد؟ ايوه انا المدرس الجديد. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ يعني ضليع في قواعد اللغه العربيه، في اصول اللغه العربيه. اتعلمت اللغه العربيه اول ما جيت مصر ولا قعدت شويه كده؟ تقريبا بس اسبوع قعدت شويه، عشان لما اسبوع بس؟ اسبوع بس في البدايه. ليه؟ لدخول في اللغه، بمعنى اول حاجه لما اي لغه اجنبيه لازم انت يدخلي اول حاجه اسمعي ايه الصوت بتاعت اللغه، ايه حروف مثلا. اول حاجه لو ما تعودتيش او انا ما تعودتش في لغه، صعب انا يقدر يدخل في كلمه او يدخل في لغه جديده. عشان كده اول حاجه زي مثلا انا كنت لسه في ايطاليا، لما رحت لازم اول حاجه انا بسمع ايه ايطالي، ايه صوت ايطالي، مش ندخل على طول على كلمه. نفس حاجه لما انا بدا بالظبط. طيب اول ما جيت مصر قعدت فين؟ انا قعدت هنا في جنب رمسيس في القاهره. في القاهره. ودي كان فرصه عشان يقدر يكتشف بلد كل يوم. اكتشفت من خلال المنطقه اللي هي حوالين رمسيس دي منطقه على فكره بتاعت تاريخيه عريقه جدا، وانا شفت تمثال بتاعت رمسيس كمان لما كان اسمه لما بدان كان رمسيس. طيب ايه اكتر الاماكن اللي انت رحتها او قعدت فيها في المنطقه دي من ساعه ما جيت مصر؟ هنا عجبتني، وانا بالنسبه لي كان دايما مقارنه مع هند مثلا. انا لفيت تقريبا اغلبيه بلاد في هند، عشان هنا بقولوا هند زي شبه قاره هنديه، من شمال الى جنوب اكثر من 6000 كيلو. تمام. وتقريبا عندنا تقريبا 50 مطار جوه هند. وعشان كده لما انا كنت في رمسيس بشوف ازاي حياه مدن، بعد نفس الوقت ازاي ناس من صعيد او من اسكندريه او من خارجه او محافظات مختلفه بيجوا مع ناس يلبسوا جلابيه نفس الوقت بتاعت مدن. يعني ايه انطباعك لما كنت بتشوف ده؟ يعني اول ما قعدت كده في منطقه حوالين رمسيس، طبعا رحت المنطقه اللي هي فيها هناك المساجد، مسجد سيدنا الحسين، مسجد فتحي، ايوه خالد الخليلي والحتت دي، لما رحتها كنت شايفها ازاي؟ كان انطباعك ازاي عنها؟ طبعا هنا لما بشوف دي الدينا بتاع التاريخ، يعني ايه معنى، يعني ازاي حضاره يعني تاريخيا كاسلاميه، او مثلا رحت شويه قدام يعني مصر قديم بتاعت مسيحيه،
بعدين لو وقفت في جنب النيل بمعنى انا بتكلم في التاريخ بتاعت النيل، في انجيل او في فراعنه وكله. ودي انت يقدر هشوف دي مش موجود في اي بلد تانية، عشان كهيستوريكالي كتاريخيا او كجغرافيا او كدينيا كاسلام او كمسيحيه يديلك انطباع يعني ده بيميز بالظبط مصر عن غيرها من من البلدان. البلدان. لما تلاقي الكنيسة جوها دافي وأصيل، وكل ركن فيها شاهد عالتاريخ. لما تلاقي الكنيسة جوها دافي وأصيل، وكل ركن فيها شاهد عالتاريخ. هنا المسيح والعذراء عاشوا بالسنين وسط ناسها وأهلها الطيبين. هنا المسيح والعذراء عاشوا بالسنين وسط ناسها وأهلها الطيبين. ده كلام جرجس وعم ناصر، ويبقى انت أكيد في مصر. الأماكن التاريخية ودمج ما بين التاريخ والدين والديانات المختلفة اللي تلاقيها في مكان واحد كلها، يعني حسسك بإيه جوه مصر؟ بجانب طبعا الناس اللي انت قابلتهم زي ما انت بتقول على اختلاف زيهم، على اختلاف شكلتهم زي ما بنقول، حسيت ازاي؟ يعني كنت ده بتشوفه مع أول وهلة أو أول قعدة في مصر، أول يعني بقاء في مصر، كنت عامل ازاي؟ اول حاجه حتى بالطريق هزار بقول يا ابني انت في الدنيا. ودي كان عجبتني، معروف يعني عندكم معروفه في في حتى في مقولة معروف مصر أم الدنيا؟ عشان احنا ندرس في تاريخ بتاعت مصر في يعني ثالثه اعدادي او في اولى ثانوي في منهج فعلا في منهج موجود تدرسوا تاريخ بتاعت مصر. تاريخ مصر بالتحديد. وحتى في هند لما انا كنت في ثانوي حتى استاذ بتاعنا كانت من بلجيكا، لكن كان عارف بالتفاصيل تاريخ مصر. يعني يمسك كتاب كاملة يفتح بتاعت يعني. وبعدين لما انا وصلت يعني دي زي انا حس بيها في بلد يعني بلد عريق. يعني انت من وانت ثالثه اعدادي وانت عارف مين هي عارف مصر، من مصر وقاري عنها. بالظبط. ده خلاك كنت شغوف ان انت تيجي مصر وتعرفها عن قرب؟ لا بصي ولا ما كنتش متخيل ان انت دي لا انا بتخيل عشان احنا لكن طبعا لما احنا رهبان احنا مستعدين لاي بلد. احنا شغالين في اكثر من 86 بلد في العالم. وبعدين زي ما قلت في في الشرق الاوسط زي في تركيا، في لبنان، سوريا، مصر، الجزائر. وجودك في مصر جيب باختيارك ولا انت كنت لا وكنت مسير مش مخير بان انت تيجي مصر؟ دي كان مش اختياري لكن اختيار من رهبانيه، بمعنى هم قالوا يعني احنا عايزينك انت روح هناك. طيب انت انطباعك كان ايه بقى لما حسيت انت هتيجي مصر اللي انت قريت عنها من ثالثه اعدادي وعاشرتها من خلال تاريخها وقريت عنها وعرفتها ودرستها؟ اول حاجه عامل ازاي وانت اول حاجه انا كنت بكل بساطه انا كنت فخور بيها، بمعنى انا كنت بقرا بسمع بتفرج خاصه حتى في جنرال نوليدج بيجي مثلا 7 وندرز عجائب بتاعت الدنيا بتاعت موضوع عجائب الدنيا السبعه بتاعت سبعه بتاعت يعني اهرامات بتاعت جيزه. لما انا موجود يعني دي بي نعمه من ربنا طبعا. ونفس الوقت ازاي انا استفيد من هذا الفرصه، ونفس الوقت لما ثقافه قريب منا ازاي انا يقدر يدي لناس اي حاجه موجود معايا يقدر يدي بكل بساطه طيب لمصر. استفدت من فرصه وجودك في مصر ازاي؟ ايه اكتر الاماكن اللي استمتعت بيها؟ يعني رحت بلاد ايه في مصر؟ رحت مثلا او محافظات ايه؟ يعني هل رحت شرم الشيخ، الغردقه، الاقصر، اسوان، ولا لا اكتفيت بانك تقعد هنا في القاهره بس؟ طبعا انا بحب زياره، عشان كده انا كنت اول حاجه اول اسبوع انا لفيت مصر يعني القاهره. يعني اول اسبوع؟ اول اسبوع ما ضيعتش وقت ما ضيعت وقت. اول حاجه اول زياره كان متحف متحف مصري، بعدين على الاهرامات، بعدين خان خليلي، بعدين على النيل، خدنا مركب ولفينا. بعدين في اجازه لما رحت على طول الاقصر واسوان. تمام. بعدين بعد 6 شهور رحت واحات سيوه، وبعدين هنا دخله وخارجه. بعدين رحت بعديها اسكندريه، بعديها رحت تاني شرم،
بعدين غرداء. عشان كده اي وقت بعدين حتى دمياط وكلام يعني هنا حتى رحت هناك. المحافظات اللي حتى اللي هي مش سياحيه بالقدر الكبير يعني برضو لكن رحتها. وبعدين عشت فتره كمان في مينيا، عشان المنيا. انا كنت بعديها بعد تعلمت عربي كنت مساعد هنا في مدرسه. وبعدين لما كنت في مينيا بدات من بني سويف لغايه اسيوط سوهاج. الصعيد. صعيدي تمام. كامله. الصعيد انا عايزه ابدا معاك يعني، او الحقيقه عايزه اتكلم معاك عن كل الاماكن اللي انت زرتها دي، لكن هبدا معاك بالصعيد. الصعيد ليه خصوصيه عندنا كده شويه، ويعني مكان مختلف في مصر في كل حاجه، زي ما انت قلت من شويه الجلابيه والزي بتاعه واللهجه كمان بتاعتنا الصعيديه تحفه. الجيم والجيم جميله. بالظبط، الجيم والجيم والحاجات دي. المعامله بتاعت الصعايده كمان جميله قوي. يعني وانت بتتعامل معاهم بتحس ان في رجوله وفي صفات كده حلوه. قضيت ازاي فتره او يعني الفتره اللي انت قضيتها في الصعيد كانت عامله ازاي؟ ما اعرف، في ناس يعني بالنسبه لي كان احلى مكان يعني فعلا؟ خاصة في هند هنا 60% مكان زراعي. عشان كده لو انا كنت في مينيا وبعدين لما بلف جنب النيل انا حسيت يعني مكان زراعي يعني خضرة. تمام. خضروات. وبعدين خاصة مينيا يعني بتاع تمثال نفرتيتي يعني عريس يعني بتاع مدخل سعيد، والناس بساطة وبعدين مستعدين يعني بيقولوا عندك ايه في هند، هل دي موجود في هند او ايه اكل في هند مثلا. دايما اسئله بكل بساطه والناس مستعدين. يعني مش معنى انت اجنبي. انا بقوله انا من اسوان عشان شويه ناس يعني انا بقول الاقصر واسوان، وعشان كده اللهجه بتاعي شويه مختلف وبكل بساطه، ودي عجبتني. على ارضها تمخطر يا اسطى بالمبسوطين اخر بسطه، على ارضها تمخطر يا اسطى بالمبسوطين اخر بسطه، ولف بينا اي والله اجمل مدينه، ولف بينا اي والله اجمل مدينه، مش برضو منها يعني من وسطه نردها لك في الافراح، ومهما تبعد وتروح برضو في بلدنا. ده عن الصعيد. ننتقل بقى لشرم الشيخ والغردقه، ودي الاماكن اللي معروفه عندنا يعني بالسياحه. لما جيت شرم الشيخ والغردقه لقيته مختلف. اكيد زرت بلدان كتيره قوي فيها مناطق ساحليه وفيها قرى سياحيه والكلام ده. ايه اللي كان مختلف بالنسبه لشرم الشيخ والغردقه عن البلاد الثانيه؟ طبعا لما بتكلم موضوع الغردقه والشرم بعدين لما شفت اجانب كتير بمعنى هم عارفين ايه قيمه بتاعت مصر. دي اهم حاجه، يعني عارفين حتى لو دي موجود في بلدهم لكن في حاجه يعني دي موجود في مصر، دي مش موجود يعني في بلد تانية. عشان كده يعني مثلا لما كنت في الغردقه يعني عدد روسيين او ناس من المانيا او خاصة من هولندا، او حتى انا شفت كذا هنود، قابلت كذا هنود كمان بيقولوا انتوا جايين ليه؟ في قال لي لا انا بشتغل في المانيا لكن لما يجي موضوع مصيف انا بحاول بختار غردقه. طب بيقولوا ليه؟ هنا انا حس بيها يعني راحه جديا وبكل حريه، انا موجود والامان، انا استمتع، امانه ومكان الامان. ودي يعني انا كلمت كذا يعني حتى روسيين من الناس من المانيا حتى من ايطاليا، دي كان قيمه يعني بيقولوا يعني هم رحب بيه وبعدين مرتاحين. اهم حاجه امانه. نفس القصه في الشرم. لما دخلت زياره حتى يعني في مكان يعني ساحليه او في يعني رصيف القرى دي يعني هم عايزين مكان ازاي انا استمتع وازاي انا باخد ريست ونفس الوقت انا يعني انا مرتاح وريفرشت. ودي انا شفت مع ناس وبقولوا له انا عايز ده. مثلا في ممكن ناس مش عايزين اقول له على تعالى اتفضل اتكلم، انا عايز انا مرتاح وحدي ومبسوطين.
لو جينا انتقلنا بقى لبعض المدن التانية برضو ساحلية، زي انت قلت لي ان انت رحت اسكندرية. نعم. اسكندرية رغم ان هي مدينة ساحلية وعلى ارض مصر، لكن مختلفة تماما عن منطقة البحر الاحمر. شوية فيها برضو ليها يعني الخصوصية بتاعتها، ليها الاماكن الخاصة بيها. اهم الاماكن اللي انت استمتعت بيها في اسكندرية كانت ايه؟ عشان انا دايما في التعليم. تمام. اول حاجه فكرت زي هزور مكتب اسكندريه، خاصه جددوا في قبل 2002 تاريخ، وانا نفس الوقت انا وصلت. ما شاء الله، ده حضرتك مذاكر ومعاصر. وبعدين مكتوب بكل اللغات بتاعت عالم في حيطان بتاعت مكتب اسكندريه. وانا دورت يعني لقيت مكتوب اللغه هنديه، بعدين لغه بتاعت تاميل في واحد لغه من الهند، حتى مكتوب التلجو، وانا قرأت وصورت كمان. وبعدين لما دخلت انبسطت لما لقيت ان اللغه الهنديه منقوشه على جدران المكتبه. بمعنى ازاي لغه اساسي عنده تاريخ، عنده قواعد، عنده شعر مكتوب على حيطان. يعني ما هو مش انتوا بس اللي بتدرسوا التاريخ والحضاره المصريه، احنا كمان عندنا جزء من التاريخ والحضاره الهنديه اكيد مدروس يعني. طيب لما عشت في اسكندريه انت عشت فيها قد ايه، ولا كنت بتروحها زيارات بس؟ انا كنت عشت سنتين هناك. سنتين كاملين؟ كامله، عشان عندي كان خدمه هناك كمان. في منطقه ايه بقى؟ دي كان منطقه مدن طبعا في شارع بورسعيد، كليوباترا، مكان اسمه كليوباترا. ودي كان فرصه ازاي نقدر ندخل في موضوع قصة شكسبير بتاعت أنطونيو وكليوباترا. نتكلم كل حاجة أنت بتحاول أنت تربطها بالثقافة والتعليم والكلام ده. يعني استفدت مش بس مجرد أن أنت اتفسحت ومارست تطوعك في الخدمة وفي التدريس والتعليم، لكن كمان استفدت أنت شخصيا، صح؟ أيوة. على مستوى الشخصي. ازاي بقى حسيت ان انت ممكن تستفيد باكبر قدر ممكن في مصر هنا؟ بعدين نقطة تانية هنا، عشان في اسكندرية ثقافة مش بس كمصري او مش بس كاسلامي، لكن اسحار رومان دي برضو يلعب دور كبير. عشان كده يعني لو انت لفيتي او محطة الرملة او دخلتي جوه محطة الرمل بالظبط دي تاريخ، او مكان بتاعت قايتباي، بالظبط قلعة قايتباي، او مكان بتاعت فول وطعميه. بمناسبه الفول والطعميه بقى، يعني طبعا كل بلد عندنا وليها اكلها المشهور بيه. انت وانت في اسكندريه كنت بتحب ايه؟ عشان هنا بقول له تعالى احنا هجيب لك او حاجه بسيطه. عشان كده رحت هناك بتاعت فول وطعميه. في بتاعت فنانين كله تصوير. عارف الطعميه بيسموها هناك في اسكندريه ايه؟ لا نسيت معلش. فلافل. فلافل دي زي في بلد خليجه وفي لبنان. ايوه بيسموها فول وفلافل. أيوة اما هنا في القاهره بتبقى فول وطعميه. فول وطعميه هنا فلافل. تمام. طيب ايه اكتر الاكلات بقى غير الفول والفلافل بالنسبه لاسكندريه كنت بتحبها؟ طبعا سمك. مدد يا مرسي، 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 الحق لي كرسي عالشط واقعد سلطان زماني. يا اسكندرية يا اسكندرية يا اسكندرية يا مجننة. في كمان الكشري الاسكندراني دقته؟ دي برضه خاصة طبعا. والكبدة الاسكندراني؟ كبدة اسكندراني. بعدين في حلويات خاصة، الهريسة؟ هريسة. عشان كده لازم لو حتى لو أنا مش مصري بقولوا يا أبا بيمل معلش هجيب شوية هريسة من هنا، بقول له حاضر. أنت بتديله يعني وبعدين اشتريت يطلب 5 كيلو 10 كيلو ووزعي. بعدين خاصة أنا كنت مع عمال دول ما عندهم فرصة، لو انت اديتي باكيت بسيطة ازاي فرحانين يعني يعني فاكرين يعني قلبهم انت او انت معهم. ودي كانت بيفرحوا بابسط الامور او ابسط الهدايا، صح كده؟ طيب بالنسبه للصعيد بقى والكلام ده، لما كنت قاعد في الصعيد او بتروح هناك زيارات، ايه اكتر الاكلات اللي كانت بتشدك في الصعيد؟ لما طبعا في الصعيد انا حسيت احيانا انا في هند. ازاي بقى؟ عشان في الشمال طبعا في كل ولايه عندنا هند طعم مختلف، لكن زي حضرتك عارف شويه يعني شطه مكان الى مكان، نسبه شطه شويه زياده. انتوا عندكم في الهند الاكلات مشطشطه سبايسي قوي. لكن الشمال في مكان شويه قليل كمان. عشان كده لما انا زرت او حتى لما الناس بيقولوا اتفضل تعالى معانا، يعني حتى لو ما عملوا محشي
يعني محشي كلت المحشي المصري طبعا. بطريقه ورق عنب او بطريقه يعني كان دايما مع بتنجان او مع كروم. انا حسيت يعني ازاي الطعم مختلف، يعني كل يوم عندك او حطي نفس محشي مع طماطم او بطريقه يعني بطريقه خلطة الرز مع مع الطماطم مع الكلام ده وحاجه زي دي، يعني ادي انواع مختلف، ونفس الوقت ازاي الناس رحب بيكم، دي موجود معنا، اتفضل معنا كأسرة يعني. ودي عجبتني جدا وانا كنت مرتاح، اللي هي روح العيله او اللمه. اللمه كلت على الطبليه الصعيدي عشان عندنا مدرسين يعني مصريين ومسيحيين مع بعض زمان في اي مدرسه. تمام. وهم دايما بيقولوا ابونا تعال اتفضل معنا، انا بقول لا اتفضل معنا دي كلام جديا ولا كلام مصري. انا عارف بقى اتفضل معانا الكلام المصري ده بيسموها ايه؟ عزومه المراكبيه. اسمها الاكسبريشن عزومه مراكبيه. انت لا كانوا بيقول لك اتفضل وبتاع ده. عشان كده ما اعرف انا دي حل انت جديا بيقول ولا في حاجه، لكن بقول لا يعني بجد احنا عايزينك تعالى معنا مره. ده دي كان فرصه جميله وانا كنت بستمتع ولسه بفكر. استمتعت بقى بالفطير الفلاحي والجبنه القديمه. برافو. لا انت كده رحت الصعيد فعلا. حتى بتاع الذره، عيش ذره دي برضه يعني يدي لك طعم مع لبن، امسكي وعملي وحط في لبن طازه. لا كده انت عشت خلاص في قرى وفلاحين وصعيد الحقيقه. طيب انا عايزاك بقى من خلال اللي انت عايشه في مصر، من خلال تجربتك، من خلال اللي انت شفته بجد كالاب بيمل هنا في مصر، لو عايز تقدم رساله او تقول رساله للعالم، رساله حب، رساله سلام، رساله عايز تقولها من قلب مصر، تقول ايه؟ اول حاجه يعني لما بقول كمصر دلوقتي حتى ما كله تغيير بتغيير لأفضل وفي سلام في بلد. تمام. يعني هنا احيانا للاسف ميديا او جورنال يلعبوا دور احيانا سلبي والناس بصدق. مثلا بقول لا انا خايف، انا بقول بص انا موجود مش من امبارح، مش من اول امبارح، انا موجود هنا من 10 سنين، اكثر من 10 سنين. اي اصدقاء من اوروبا او من افريقيا او من اسيا، اي واحد انا اعرف اصدقائي، ودي بلد بتاعت سلام وبلد تقدم عندهم يعني، وبعدين بلد بتاعت حضاره، ودايما هم بيقولوا دي مكان بتاعت اصدقاء، مكان بتاعت سلام. عشان كده بقولوا يعني when I talk of peace, love or brotherhood دي موجود في مصر. ودي تاريخ ومصر عايز تكمل في هذا الرساله. عشان كده انا استغرب لما بقول انا خايف، انا مش مرتاح. ليه خايف؟ This is the very peaceful country, a country of love, friendship and brotherhood. So انا عايز بقول هو ده كده. حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي، أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع. يسعدني فعلا ان انا اختم بكلام حضرتك لانها رساله جميله، ومهما احنا عبرنا بيها مش هتكون زي تعبير حضرتك بوجودك معانا. بجد احنا بنشكر حضرتك جدا الاب بيمل، شرفتنا ونورتنا ونور مصر كلها. وفعلا زي ما حضرتك قلت مصر فاتحه دراعها لكل الناس من كل الدول، سواء عربيه او اجنبيه او من اي بقعه من بقاع الارض. اهلا بيكم في مصر، احنا حابينكم زي ما انتم حابين مصر وحابيننا،
وبنشكرك جدا مره ثانيه على وجودك معانا في ايام في مصر. شكرا. شكرا. مشاهدينا بنشكركم على متابعتكم لينا في حلقه اليوم من ايام في مصر. كنا في حلقه جميله انا استمتعت بيها الحقيقه، انا شخصيا استمتعت بيها جدا مع الاب بيمل. ان شاء الله يكون لنا لقاءات متعدده مع ضيوف جداد وحلقات قادمه من ايام في مصر. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.